انت النهارده قدام اكبر فخ معمول للمصريين. حد يقول لي فخ ومعمول للمصريين؟ اقول لك يا حبيب قلبي، اصل هم دلوقتي احتاروا، ما بقوش عارفين يعملوا ايه مع المصريين، فابتدوا يلعبوا العابهم بقى الساذجه والحوارات اللي انتوا لسه هتشوفوها دلوقتي حالا. بص يا سيدي، في واحد اسمه يائير لبيد، الراجل ده راجل تقيل وليه وزنه في اسرائيل، وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قبل كده. الراجل ده طالع يقول ان احنا على استعداد نسقط 155 مليار ديون مصر كلهم الخارجيه للبنك المركزي. حد يقول لي الله، طب ما الكلام ده جميل، ده انت ديونك كلها هتسقط. هقول لك يبقى انت كده من الناس اللي هتبلع الفخ بسهوله. اصل الفرخه ما بتحدفش كتاكيت. هو عايز يسقط لك كل الديون بتاعتك، بس مقابل ايه؟ مقابل ان مصر تخش تحكم غزه لمده 15 عام، وده الفخ الكبير اللي بيعملوا على مصر. اولا اسرائيل مش من مصلحتها ان غزه ترجع تاني تحت قياده حماس، فيعملوا ايه؟ يحاولوا يرموا المسؤوليه كامله على مصر، ومن هنا يبقى ضربوا عصفورين بحجر. اولا ان هم ينفوا قدام العالم ان اسرائيل داخله تحتل غزه، ثانيا ينفوا حماس من المشهد كامل بوضع القطاع تحت القياده المصريه. طيب لسه لحد دلوقتي سامع واحد بيقول لي هو ليه برضه فخ؟ خليني اقول لك دلوقتي ان بعد ما مصر تقود غزه، حماس اتجننت وراحت ضربت على اسرائيل. دلوقتي قدام العالم كله المناوشات والضرب ده جاي من مين؟ جاي من مصر. فصوره مصر قدام العالم تبقى وحشه جدا، وكده يبقى انت بدات تتورط في حرب مالكش دعوه بيه. حد يقول لي طب هي مصر ممكن تقبل بالاقتراح ده؟ اقول لك قولا واحدا لا طبعا. مصر دايما في كل مواقفها ترفض ان هي تكون وصيه على غزه، دايما بتقول الحل هو حل الدولتين، وان فلسطين تكون دوله حره مستقله ذات سياده. فمنين مصر هتقبل بالاقتراح ده؟ اكيد طبعا لا. وبعدين رغم ان اقتراح سداد الديون عن مصر هو عرض مغري جدا، بس ده هيدخلك في سياسه هتولع الدنيا، غير ان الشعب المصري هيكون اصلا رافض لحته زي دي، لانه هيتشاف من وجهه نظر الشعب ان انت بتعمل خدمه لاسرائيل. ده غير ان الفلسطينيين هيشوفوا ده انتزاع للسياده الفلسطينيه اصلا، وان فلسطين مره واحده تحت حكم مصر ما بقتش دوله مستقله. وزي ما قلت الحكومه المصريه لا يمكن تقبل حاجه زي كده، فالعب غيرها يا يائير لبيد. وياما ناس قبليك حاولوا ان هم يعملوا افخاخ لمصر، لكن الحمد لله كلها باتت بالفشل. النهارده كمان من احسن الاخبار اللي انا سمعتها اليوم ان في تحالف دولي مكون من 26 دوله بيطالبوا الكيان ان هم يخشوا اعلاميا جوه غزه ويشوفوا اللي بيحصل في غزه، وده يعتبر ورقه ضغط كبيره بيستخدموها الاعلاميين والتحالف الدولي ده على اسرائيل قدام العالم، رغم ان من رابع المستحيلات اسرائيل توافق بحاجه زي كده، لان انتوا عارفين الاعلام دلوقتي هو اللي ماسك العالم وهو المتحكم في العالم، واسرائيل دايما بتحاول تتحكم في الروايه الاعلاميه عشان الحقيقه ما تظهرش للعالم، رغم ان الحقيقه واضحه دلوقتي وكل العالم عارف الحقيقه كام. طيب حد يقول لي هو ليه اصلا التحالف ده يعتبر ورقه ضغط على اسرائيل؟ بص يا سيدي، في مثل كده بيقول ما يموتش حق وراه مطالب، وهنا التحالف ده عايز يوصل لاسرائيل ان انتوا مهما تعملوا مش هتقدروا تتحكموا في القضيه طول العمر وطول الابد. وخلي بالك الاعلام سلاح قوي جدا زي الحرب، انت مش عايزك تستهين. لو سمحوا للاعلاميين يخشوا غزه هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا كارثه انسانيه بمعنى الكلمه. انت الصور اللي بتظهر لك وبتشوفها على الشاشات دي ما تجيش ربع في المية من الحقيقه واللي حاصل جوه ارض غزه. السؤال هنا ليكم اصدقاء المتابعين وعايزكم تجاوبون عليه في التعليقات. دلوقتي لو الاعلاميين دول دخلوا غزه وشافوا كل الحقيقه زي ما هي، هل ده هيكون نهايه اسرائيل ولا برضه هتفضل اسرائيل محميه من امريكا؟ النهارده بقى اسرائيل نفسها بتشهد انقسامات عاليه جدا على اعلى المستويات جوه الداخل الاسرائيلي بين وزير الامن القومي اللي هو بن غفير وسموتريتش وزير الماليه، ودول المصممين على ان اسرائيل تخش تجتاح غزه وتسيطر عليها بالكامل. طيب ولو ما حصلش كده يبقى احنا هنقدم الاستقاله بتاعتنا، مما يؤدي الى سقوط حكومه نتنياهو وبالتالي يتقدم للمحاكمه. فهم بيضغطوا على نتنياهو عشان يعمل حاجه زي كده ويحتل غزه كليا، وبرضه الاثنين دول مصممين ان مفيش صفقه تبادل اثرى تحصل بين الطرف الاسرائيلي وفي غزه، وده مخلي نتنياهو اصلا بين نارين، اعمل الصفقه واخسر الاثنين دول وبالتالي الحكومه بتاعته تسقط، ولا ما اعملهاش بس في الحاله دي هيخسر التعاطف الشعبي اللي معاه في اسرائيل اللي اصلا بيطالبوه بانهاء ملف الاسرى. عشان كده بقول لك ان في انقسامات بالجمله داخل اسرائيل، وخلي بالك عشان تكون معايا على الخط، ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب، وجايز ده يكون سبب بان اسرائيل تنقلب راسا على عقب يوما ما في الايام اللي جايه دي. كمان من الاخبار اللي قراتها النهارده ان بن غفير ده يدعو الحشود لهدم قبر عز الدين القسام، وده يعتبر حاجه غريبه جدا لان عز الدين القسام ده اصلا شخصيه تاريخيه وشخصيه بارزه عند الفلسطينيين، وخلي بالك الدعوه دي عملت موجه استنكار واسع حتى في الغرب. عشان كده بقول لك ربنا بيسبب الاسباب، وطول ما الانسان مفتري في الارض ربنا بيسلطه على نفسه. وخلي بالك قد يكون ده اصلا جزء من الخطه بتاعته، لان هو عايز يحول الصراع في المنطقه من سياسي لديني. النهارده بقى مصر بتحذر
بيحذر اسرائيل بلهجة قوية جدا وجامدة جدا ان طول ما انت شغالة في العمليات العسكرية ده بيهدد امن واستقرار المنطقة، وبالتالي هيكون ليه تداعيات على الامن والاستقرار الاقليمي في المنطقة. وكمان في البيان مصر شددت على انها مش هتقبل باي انتهاكات للحدود المصرية او حتى زيادة المعاناة الانسانية في غزة. البيان ده عايز يوصل للعالم كله ان مصر هي اللاعب القوي الاهم في المنطقة، وبرضه قدام العالم الغربي او العالم العربي فهي بتضغط على اسرائيل وبتقول لها ان انا الوسيط الاساسي لاي مفاوضات في الملف ده، وان اي تجاهل منك يا اسرائيل في الرد على المفاوضات الخاصة بالملف ده هيخلي الامر يزداد صعوبة وتعقيدا. وكمان بيان زي كده من مصر ده بيكون حجة وبيدي فرصة للدول اللي لسه حاطة ايديها في المية الباردة ان هي تضغط على اسرائيل دوليا، وان شاء الله ربنا ينصر مصر دائما وابدا. بس قبل ما اختم معاكم الحلقة عايز اسأل حضراتكم سؤال وتجاوبونا عليه في التعليقات. هل اسرائيل هتاخد تحذير مصر على محمل الجد وتوقف العمليات العسكرية، ولا هتتجاهل التحذير ده تمضي قدما في العمليات العسكرية بتاعتها؟ سؤال مهم جدا حابب اعرف رأيكم عنه في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. سلام عليكم.